أعزائي طلاب الصف الأول إعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. كل عام وأنتم بخير. هنبدأ ناخد آخر درس في المنهج السنة دي في الترم الأول، بيتكلم عن دور مصر الحضاري في قارة أفريقيا. بس ما تنسوش اشترك في القناة وفعل زر الجرس وتعمل لايك، وأي حاجة محتاجها تقدر تتواصل معنا في التعليقات أو على رقم الواتس هبعته لكم في التعليقات. نبدأ كده بسم الله مع قصة جبريل محمود. طيب، الدرس الثاني بيتكلم عن دور مصر الحضاري في قارة أفريقيا. دور مصر الحضاري في قارة أفريقيا. في الدرس ده بيتكلم عن العلاقات السياسية، ثم العلاقات الثقافية والعلمية، ثم العلاقات الاقتصادية. ادي ثلاث حاجات اهو. نبدأ كده مع بعض. في التمهيد بيقول ايه؟ تحرص مصر على توطيد علاقاتها السياسية والثقافية والعلمية والاقتصادية بالقارة الأفريقية منذ أقدم العصور التاريخية. ارتبطت مصر مع الدول والممالك الأفريقية خلال العصور الوسطى بعلاقات سياسية وثقافية وعلمية واقتصادية قوية، واللي بما تفسر بسبب واحد، موقعها الجغرافي المتميز. اثنين، تأثيرها الفكري والثقافي والاقتصادي. ثلاثة، تركز السلطة السياسية والدينية للعالم الإسلامي فيها خلال تلك الفترة اللي تولت فيها مصر مسؤولية حماية الحرمين الشريفين والأماكن المقدسة في ظل حكم الخلافة العباسية. إيه المقصود بالعصور الوسطى يا مستر اللي أنت قلتها؟ دي الفترة الزمنية اللي امتدت من القرن الخامس حتى القرن الخامس عشر ميلاديا. تبقى عدد فترة دي يا مستر 10 قرون. ال10 قرون دول بكام؟ يعني تقريبا 1000 عام للقرن 100 سنة. دي العصور الوسطى. طيب، العلاقات السياسية ساعد دخول الإسلام لأفريقيا على تحول الحياة القبلية. يعني قبلية جاية من كلمة قبيلة، كان نظام قبائل القائم على الحروب والعصبية إلى نظام الدولة. ما في دولة. كان اتخاذ القاهرة هي مركز الخلافة العباسية في الفترة اللي كانت سقوط الخلافة العباسية في بغداد. يعني الخلافة العباسية كان المركز بتاعها أو كان مكانها أو العاصمة بتاعتها في بغداد. بغداد دي في العراق. سقطت الخلافة العباسية على يد المغول، ماتوا الخليفة العباسي وقضوا على الخلافة العباسية، فخدوا مصر مقر لسلاطين المماليك اللي هم بيواجهوا المغول، وكان مكان الخلافة العباسية في مصر. وده أثر كبير في توطيد العلاقات السياسية بين مصر والدول الإسلامية في أفريقيا. إزاي؟ حرص كثير من حكام الدول الإسلامية بأفريقيا على الحصول على تأييد مصر السياسي للاعتراف بشرعية في حكم البلاد التي تولوا إدارة شؤونها. ثم حرص حكام الدول الأفريقية على الاستفادة من الخبرات السياسية والعسكرية المصرية. ليه يا أستاذ؟ لأن اللي كان حاكمها مين؟ المماليك. طيب، حرص حكام الحبشة إنهم يستفادوا من الخبرات الحربية، فاستعانت بعض المماليك عشان يعلموهم فنون الحرب، تصنيع الأسلحة، الرمي بالسهام والرماح والضرب بالسيف. والمماليك كانوا شاطرين جدا، اللي هم موجودين وحاكمين مصر كانوا شاطرين جدا في هذه الاشياء. بعديها عندي ساهم المماليك في تطوير الجوانب الاداريه. تبقى لما تقتصر على الجوانب العسكريه فقط، برضه كان في اهتمام بالجوانب الاداريه. ازاي بقى المماليك افادوا الحبشه في النواحي الاداريه؟ نظم المماليك طرق جبايه الاموال. يعني ايه جبايه؟ يعني جمع الاموال اللي هي الضرائب، وانشأوا ديوان خاص بذلك، وضعوا القوانين اللي بتساعد على حماية أموال الدولة. خلينا كده نشوف التدريب الأول. بقول لك ساعد دخول الإسلام من أفريقيا التحول من الحالة القبلية إلى نظام الدولة. طيب، تولت حماية الحرمين الشريفين والأماكن المقدسة في ظل حكم العباسيين. دولة مصر. حرص حكام الحبشة الاستفادة من الخبرات الحربية المصرية خلال العصور الوسطى
دلل حيث أفادهم المماليك في فنون الحرب وصناعة الأسلحة ورمي السهام. طيب، ساهم المماليك في تطوير الجوانب الإدارية ببلاد الحبشة، حيث أفادوهم في جباية الضرائب، ازاي مع الضرائب، في جباية الضرائب وتسجيل لها في ديوان، عمل ديوان كده ونظم ديوان زي ديوان يجمع فيه الضرائب. طيب، ايه المقصود بالعصور الوسطى؟ هي العصور التي تبدأ من القرن الخامس بس، من القرن الخامس حتى القرن الخامس عشر، يعني قعدت من القرن الخامس للقرن الخمساشر تقريبا 10 قرون. نبدأ بقى كده نكمل مع بعض العلاقات الثقافية والعلمية. كانت المؤثرات الدينية من أبرز النواحي الثقافية اللي تربط الدول الأفريقية بمصر، أثرت التأثير الديني لمصر على أفريقيا منذ القدم. في عصر المصريين القدماء انتشرت عبادة بعض الآلهة المصرية في حضارة السودان، زي عبادة الكوشيين للآلهة. بدأ حضارة السودان الكوشيين يعبدوا الإله رع والإله أمون والإله أوزوريس والإله إزيس اللي هي الموجودين في مصر. طيب، بعد انتشار المسيحية احتفظت مصر بمكانتها الدينية، فكانت الكنيسة الحبشية الأثيوبية تابعة للكنيسة المصرية. كان يتم تعيين مطران مصري. كلمة مطران هنا نقول عليه راجل دين من المسيحيين، لقب ديني مطران مصري يتعين من قبل بطريرك الإسكندرية اللي كان موجود في الإسكندرية. ما زال اللي بيحكم الإسكندرية أو الرجل الديني اللي قاعد في الإسكندرية هو بيرسل مطران مصر إلى بلاد الحبشة ويكون مسؤول عن الكنيسة الحبشية. اكتسب معظم المطار المصريين مكان رفيع تلي مكان ملك الحبشة. في المركز الثاني بعد الملك يجي المطران المصري اللي كان موجود في الحبشة، وكثيرا كان يلجأ ملوك الحبشة لاستشاره في شؤونهم الدينية والسياسية. كان حاكم مصر يسند إلى مبعوثين الكنيسة المصرية في بلاد الحبشة مهمة الإشراف على مصالح المسلمين الدينية هناك. وبذلك كان مصر دور مهم في تنظيم الكنيسة بالحبشة ورعايتها وتشكيل تقاليدها الاحتفالية والتعبدية. إيه تاني؟ بعد انتشار الإسلام لما جاء الإسلام ظلت مصر هي المنارة اللي بتشع نور العلم والثقافة والدين على العالم من خلال مؤسساتها الدينية والعلمية، حيث قامت مصر بدور حضاري في المحافظة على الأدب العربي والتراث الثقافي الإسلامي وإيصاله للشعوب الإسلامية وخاصة في أفريقيا. كان أداء فريق الحج عامل مهم من عوامل قيام العلاقات الثقافية. احنا عارفين في الحج بيجمع كل المسلمين من مصر والدول الإسلامية وأفريقيا. دلل كان حجاج الدول الأفريقية يمرون عبر مصر، لما بيعدي بعض على مصر وهم رايحين بلاد الحرمين فيتعرفوا على الإعلام وينهلوا من العلوم الدينية، يقعدوا أسبوع واثنين وثلاثة وشهر ويتعلموا من العلوم الدينية على يد العلماء المسلمين الموجودين في مصر. طيب، في عصر المماليك وده كان من أصغر العصور الإسلامية أنشدت مصر حركة علمية وأدبية مزدهرة في فترة العصور الوسطى خلال القرن التاسع الهجري والخامس عشر الميلادي. طيب، أسهمت بشكل واضح في تشكيل فكر وثقافة الدول الإسلامية بأفريقيا. اهتم المماليك ببناء المدارس والمساجد والكتاتيب اللي كان بيقصدها طلاب العلم والعلماء من مختلف أنحاء أفريقيا. الدليل على ذلك الموسوعات الأدبية وكتب التاريخ والمؤلفات العديدة في العلوم الدينية الإسلامية.
أدى ذلك كله إلى ظهور نهضة ثقافية كبيرة في البلاد الأفريقية، ثم انتشار الإسلام بشكل أوسع في أفريقيا. نتيجة للمجهود اللي كان بيتبذل، والمماليك كان بيبنوا المدارس والمساجد والكتاتيب، والناس كانت بتاجي من أفريقيا تتعلم، أصبح أدى ذلك إلى بقى في نهضة كبيرة في أفريقيا، وانتشر الإسلام في أفريقيا. نتكلم بقى عن دور الازهر الشريف في انتشار الاسلام في قاره افريقيا. يا ترى الازهر الشريف كان له دور في نشر الاسلام في قاره افريقيا ازاي؟ هل عن طريق قام الازهر الشريف بدور مهم عبر تاريخ طويل في الحفاظ على الهويه الاسلاميه، فيعد من اهم المؤسسات العلميه الدينيه اللي قدمت العلوم والمعرفه للدول الاسلاميه بافريقيا. كان الطلاب الافارقه يفدون الى مصر، يجوا يتعلموا من مصر للدراسه الدينيه والعلميه، فيجدون ترحيبا كبيرا بهم، فقد وفر لهم الازهر اقامه مستقره في الوقت، واعطى لهم الرواتب ليتفرغوا لطلب العلم، وقد خصصت لهم الروضه بالازهر، مثل روض الجبلتيه، وده الذي خصص للطلاب الوافدين من بلاد الحبشه وسواحل البحر الاحمر. طيب روض المغاربه، وده بيضم طلاب شمال افريقيا وبلاد المغرب العربي. طيب يعني ايه رواق يا استاذ؟ الأروقة الازهر الشريف دي اماكن للدراسه والاعاش الكامله بالمجان، يعني بيقعد ياكل طعام، اقامه يسكن، كسوه لبس، مرتبات ياخد اجر وفلوس، خدمات كثيره بتقدم له، تخصص للطلاب الدارسين بالازهر تكريما وراحه لهم، وتقسم حسب مناطق الطلاب الوافدين. قلنا الجماعه بتاع الحبشه وشمال البحر الاحمر رواق الجبلتيه، الجماعه بتاع شمال افريقيا وبلاد المغرب العربي رواق المغاربه. طيب بعد عودة الطلاب الأفارقة اللي كانوا بيتعلموا في الأزهر، بيرجعوا بقى يبنوا مساجد، يبنوا مدارس، ويبدأوا هم يدرسوا الناس اللي هي مش متعلمين ويعلموهم الأمور الدينية. نتكلم بعد كده عن العلاقات الاقتصادية. العلاقات الاقتصادية هنسمي العلاقات السياسية والثقافية بين مصر والدول الأفريقية خلال العصور الوسطى في تعزيز دور مصر كمركز اقتصادي مهم، خاصة في مجال التجارة. مرت الطرق التجارية بالصحراء الكبرى اللي ربطت بين مصر ودول شمال وغرب قارة أفريقيا من جانب، ودول جنوب الصحراء الكبرى والساحل الغربي الأفريقي من جانب آخر. بمعنى إيه يا مصر؟ أن الطرق التجارية يا إما بتجي من الصحراء الكبرى من مصر ودول شمال وغرب أفريقيا، يا إما جنوب الصحراء الكبرى اللي تجي من الساحل الغربي الأفريقي من جانب آخر وصولا إلى وسط أفريقيا. كانت مصر الوسيط الوحيد في استيراد سلع الشرق ونقلها لافريقيا. ازاي يا مصر؟ وكانت حمل التجار المصريون مصنوعات من انواع راقيه الى الدول الافريقيه نالت اعجاب من الوقوف، مثل الاواني النحاسيه. تبقى المصريين كان بياخدوا الحاجات الجميله جدا اللي هي مصنوعه ويروحوا يبيعوها في افريقيا، الاواني النحاسيه، المصنوعات الحديديه، الفضيه، الذهبيه، ادوات الزينه، مصنوعات الزجاج. ومصر كانت بتستورد من افريقيا العديد من المنتجات. نجيب من افريقيا ايه؟ العاج، ريش النعام، الصمغ، بعض البيوت. مظاهر عمق العلاقات الاقتصاديه بين مصر ودول افريقيا في العصور الوسطى. ايه هي المظاهر دي يا مصر؟ العند وجود جاليات مصريه كبيره في المدن التجاريه الافريقيه، سواء كانوا هؤلاء المصريون من الفقهاء او العلماء او التجار. يعني في ناس جاليات مصريه كانت هناك بتروح تتاجر وبتقعد في افريقيا. دي ايه؟ دي مظاهر عمق العلاقات. تفضيل ملوك وحكام الدول الافريقيه المنتجات المصريه. الجماعه بتاع افريقيا بيفضلوا المنتجات المصريه. ليه؟ لان اشترط الجوده والدقه الفنيه. زي المنتجات المصريه زي الاقمشه، المنسوجات، السجاد، التحف، الكتب وغيرها من المنتجات القيمه. وجود العديد من السجلات التجاريه والوثائق الاثريه التي تشير الى التبادل التجاري بين مصر ودول افريقيا. تمام؟ يبقى في سجلات تجاريه ووثائق اثريه بتشير تبادل تجاري بين مصر ودول افريقيا. في تلك الفتره
فقد وجدت أواني فخارية وزجاجية وعملات تاريخية مصرية في مناطق من الساحل الغربي الأفريقي. شوف كده التدريب ده نحل مع بعض. صواب ولا خطأ؟ مع التصويت تنساش. كانت الكنيسة الحبشية تابعة للكنيسة المصرية؟ طبعا صواب. اكتسب معظم المطار المصريين مكان رفيع تالي مكانة الوزير بالحبشة خلال العصور الوسطى؟ نقول خطأ. يقول لي يا مستر خطأ لأنها بدل مكان تالي مكانة الوزير لا مكانة الملك. كان بعد الملك على طول قبل الوزير. كان لمصر دور مهم في تنظيم الكنيسة الحبشية ورعايتها؟ صواب. طيب خصص الوفد الجبرتية للطلاب الوافدين من الحبشة سواحل البحر المتوسط؟ خطأ. ليه؟ قال هي فعلا من الحبشة لكن سواحل البحر المتوسط نخليها البحر الأحمر مش البحر المتوسط. طيب عندي دلل تاريخيا يعد الأزهر من أهم المصادر الدينية التي قدمت العلوم إلى الدول الإسلامية حيث سمح للأفارقة التعلم والإقامة والسكن في أروقة الأزهر الشريف ثم يعودون متعلمين وينشئوا المدارس. تعددت واردات مصر من الدول الأفريقية خلال العصور الوسطى. الواردات اللي احنا كنا بنجيبها ايه يا مصر؟ قلنا العاج وعندي الصمغ وعندي الجلود وغيرها من المنتجات الأخرى. طيب من الآن ترتبط على الحركة العلمية اللي شهدتها مصر خلال القرن التاسع الهجري بالنسبة للدول الإسلامية بأفريقيا؟ طبعا انتشار الإسلام أنا عندي انتشار الإسلام وانتشار اللغة العربية والثقافة الإسلامية. اللغة العربية والثقافة الإسلامية في أفريقيا. عندي آخر سؤال. قوة العلاقة السياسية والثقافية بين مصر والدول الأفريقية خلال العصور الوسطى؟ أقول له عندي وجود جاليات مصرية في الدول الإفريقية ادي جزء. عندي استيراد مصر بعض المنتجات الأفريقية نقدر نقول زي السجاد وزي الملابس. طيب وعندي وجود بعض الآثار والدواوين في بعض الدول الأفريقية. زي ما قلنا لينا مصنوعات من النحاس ومصنوعات من الزجاج ومصنوعات من الفخار موجودة ترجع إلى مصر موجودة في بعض الدول الأفريقية. بكده يا جماعة نكون خلصنا المنهج نهائي وخلصنا آخر درس، وأتمنى إن شرحنا يكون ينال إعجابكم، وأي حاجة محتاجينها تقدروا تتواصلوا معانا في التعليقات. بس ما تنساش تشترك في القناة، تعمل لايك، تفعل زر الجرس، وإن شاء الله بإذن الله نكمل معاكم الترم الثاني بشكل أفضل وأحسن من كده بكتير. وأي حاجة محتاجينها تقدروا تتواصلوا معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.